السلام عليكم. النهاردة هقولك على طريقة سهلة وبسيطة تعملي بيها ريزو KFC بطعم مبهر ونتيجة هايلة. شايفين هنا انا حطيته في العلبة كأني شارياه من بره بالظبط. ده غير الطعم مفيش اي اختلاف خالص عن KFC. هجيب ربع كيلو من صدور الفراخ، هقطعها مكعبات صغيرة، هنزل عليها برشة من الفلفل الاسود برشة من الملح، هقلبهم مع بعض. حلة على النار فيها زيت، هنزل بالفراخ وهشوحهم مع بعض على نار عالية عشان ما تنزلش ميتها. هنا هقطع بصلة وهشيلها على جنب، هرجع للفراخ واقلبها. هبتدي اشيلها على طبق خارجي على جنب. في نفس الطاسة هنزل بالبصل وهشوح البصل لحين يدبل بس. هنزل مكعب من الزبدة، مرضتش انزل بالزبدة في البداية عشان ما تتحرقش. هنزل بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم وهشوح الثوم مع البصل. هنزل بكمية الأرز المصري بتاعي وهشوح الخطوة دي كويس جدا عشان يطلع مفلفل معايا ومظبوط. هبتدي اقلب واشوح الرز مع البصل والثوم وهنزل عليهم بالفراخ اللي كنت شايلاها على جنب. هجيب كوباية واحط فيها 3 مكعبات من المرقة، هنزل عليهم بماء مغلي وادوبهم مع بعض. هنا هنزل بالصوصات على الارز، هنزل بهوت صوص وكاتشب وباربيكيو وصويا صوص، وهقلب المكونات مع بعض. بعد كده هنزل بكوباية من المرقة اللي انا جهزتها معاكم على جنب، وهنزل بالماء الساخن. هقلب الرز واغطيه وهسيبه على نار متوسطة. هنا انا قدمته مع قطع من الستريبس، وده الشكل النهائي. شايفين يا جماعة مفلفل ورائع ازاي؟ ده غير الطعم يجنن، اكثر من رائع. هنا حطيت قطع الستريبس وهنزل بالباربيكيو صوص او بصوص الريزو، وده الشكل النهائي. ولا احسن محل ناكل فيه ريزو. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش تجربوها وتبعتولي آرائكم فيها.